فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به إنه لا يفلح المجرمون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات قال الكافرون لنبي محمد صلى الله عليه وسلم لترك الوحي وضيق به صدرك كما قال آية أخرى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك كما قال آية أخرى لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إنما أنت نذير أي نبي محمد صلى الله عليه وسلم نذيرا للعالمين. وقال آية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين والله على كل شيء وكيل الله يحفظ على كل شيء. وقال آية الأخرى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الآن الصبر قال تعالى إلا الذين صبروا. نعم. ما معنى الصبر لغة واصطلاحا
وما تقسيمه؟ الصبر. نعم الصبر. الصبر يعني الذين يصبرون الذين يصبرون نعم. ما هو الصبر؟ الصبر لغة هو الصبر يعني الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. عن الناس. طيب ما هو التقسيم؟ هل هناك تقسيم أنواع الصبر؟ نعم. الصبر الصبر على هناك. نعم تفضل. الصبر هناك الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ويفعلون الخير بالنعمة. هكذا في الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على البلاء. طيب الآن ثانيا اذكر لنا ما وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نذيرا للعالمين فقط. طيب أحسن. الآن اذكر لنا دروس المستفادة من هذه الآية. الاستفادة من هذه الآية: أولا لا مجاملة ولا مهادنة في تبليغ الوحي. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نذيرا للعالمين. وثالثا أن الله على كل شيء حفيظ يدبر على شؤون الخلق. طيب أحسنت، بارك الله فيك. والله أعلم. أيها الحاضرون الكرام، والمتسابق بعده المفسر صاحب الرقم 106، ورقم السؤال التحفيظ 14، ورقم سؤال التفسير 13. نعيد مرة أخرى: المتسابق بعده المفسر صاحب الرقم 106، ورقم سؤال التحفيظ 14، رقم سؤال التحفيظ 14، ورقم سؤال التفسير 13، رقم سؤال التفسير 13. أن يعتني المنصة الشرفية ليستعد المتسابق بعد المفسر صاحب الرقم 108. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا عنهم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله عليم والله غفور والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو العليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده
يأخذ الصدقات وأن الله هو وأن الله هو التواب الرحيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله غفور والله عليم حكيم. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وآت ذا القربى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات
رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور رسولا يتلو إليكم رسولا من الله رسولا يتلو عليكم آيات الله رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات طيب، الآن نخطو إلى تفسير باللغة العربية. افتحي سورة هود واقرأي الآية 24 إلى حد 25. نعم. قرأيهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. أحسنت. ما معنى الفريقين؟ الفريقين بمعنى الطائفتين. أحسن. ما معنى الأعمى؟ الأعمى الذي لا يستطيعون النصر. ماشي. الأصم؟ لا يستطيعون السمع. نعم. تذكرون؟ تذكرون تذكرون يعني يعقلون تعقلون. تعقلون. تذكرون. نعم. ما معنى أرسلنا؟ بعثنا. طيب. الآن هل لهذه الآية سبب النزول؟ لا يوجد فيها سبب. اذكر وجه المناسبة بين الآيتين اللتين تقرأيهما. بسم الله الرحمن الرحيم. المناسبة بين الآية 24 في الآية 25 يعني في الآية 24 ضرب الله عن مثل ضرب الله مثلا
الذين يعملون الصالحات والذين ظلموا أنفسهم. ثم في الآية التالية ذكر الله تعالى أنه أرسل نوحا إلى قومه. أيوة. نعم، الآن فسري الآية 24 تفسيرا موجزا. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. يعني هنا بين الله تعالى عن حال الظالمين والحال المؤمنين. يعني مثل الفريقين كالأعمى هنا بمعنى الذين ظلموا، لأنهم أعطى الله السمع والبصر والفؤاد، ولكنهم لا يفيدونها إلى بحث الهداية. والبصير والسميع هنا مثل الله تعالى إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأنهم جعل أعينهم وأذنهم لبحث الهداية والإيمان بالله تعالى. هل يستويان مثلا؟ هنا بمعنى الاستفهام، لا يمكن الذين ظلموا والذين آمنوا سواء، لأنهم مفرقون. أفلا تذكرون؟ في هذه الآية هناك آية للذين آمنوا والذين تذكرون بقدرة الله تعالى. ثم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. بعث الله سبحانه وتعالى نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. فقال نوح إلى قومه يا قوم إني لكم نذير مبين، إني أنا رسول من ربك لأنذركم من عذاب الله فآمنوا بي وبالله تعالى. نعم. هل العبرة في الآية الأعمى هنا أعمى في الأبصار ولا الأعمى في القلوب؟ الأعمى هنا بمعنى الأعمى في القلوب، لأن أبصارهم يستطيعون وينظرون آيات الله من بينهم، ولكن لا يجعلونها للإيمان بالله تعالى. هكذا. طيب، السؤال الثاني، كثير من الآيات ذكر كلمة نذير، كأن القرآن لفظ تنذير مقدم على التبشير. لماذا التنذير مقدم على التبشير؟ مفهوم السؤال؟ أيوة. لو كان عندي سؤال تفضل بالجواب. يعني لماذا الله يقول لنوح مثلا إن أرسلنا نوحا ليكون نذيرا، ولا يقول يكون بشيرا؟ لماذا ذلك عندك؟ يعني ما رأيك؟ لأن الذين كفروا يحتاجون إلى الإنذار، لأنهم يعني والذين آمنوا يحتاجون
والذين آمنوا يحتاجون إلى التبشير ولكن شعبة في دعوة نعم صعوبة في لأن شعبة نعم للذين كفروا أن يؤمنوا بالله ولو كانوا ينظرون الآيات مبين بينهم من رسول ربهم هكذا في زيادة خلاص انتهيتي؟ طيب الآن الدروس المستفادة من هاتين الآيتين. الدروس المستفادة من هاتين الآيتين الأول لا يخزي الذين ظلموا والذين آمنوا. والثاني إن في كل شيء في الأرض وفي السماء هناك آية من الله للناس لعلهم يتذكرون ويتفكرون آيات الله. ثم والثالث أيوه الله سبحانه وتعالى أرسل نوحا إلى قومه ليؤمنوا به وليجدوا هداية وليدخلوا الجنة. طيب أحسنت بارك الله فيك. أيها الحاضرون الكرام، الآن نتشرف بدعوة المتسابق بعده، وهو المفسر صاحب الرقم 108 ورقم السؤال التحفيظ 10 ورقم السؤال التفسير 02. نعيد مرة أخرى، المتسابق بعده المفسر صاحب الرقم 108 ورقم سؤال التحفيظ 10 ورقم سؤال التفسير 02. أن يعتني المنصة الشرفية وليستعد المتسابق بعده، وهو المفسر صاحب الرقم 110. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب ومن الناس من كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كنتم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم Pas. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ولو تقول علينا بعض الأقاويل
الآن نحن مع التفسير باللغة العربية. افتحي المصحف وقرئي سورة هود الآية 7. بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أحسنت. ما معنى خلق؟ خلق بمعنى صنع أو أبدع. طيب، ليبلوكم. ليختبركم. نعم. أحسن. أخيار. عملا. فعلا. مبعوثون. مبعوثون بمعنى مردودون إلى الحياة. مردودون. طيب، الآن هل لهذه الآية سبب النزول؟ لم أجد لهذه الآية سبب النزول. اذكري المناسبة بينها والآية قبلها. بعد أن أثبت تعالى بالدليل المتقدم كونه عالما بجميع المعلومات، أثبت بكونه خالقا السماوات والأرض وكونه قادرا على كل المقدورات. أحسنت. فسري الآية بالإيجاز. يخبر الله في هذه الآية عن قدرته على كل شيء، وهو أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام من أيام الله في الخلق والتكوين، لا كأيامنا الحالية، كما قال تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكان عرشه على الماء. العرش يعني أعظم المخلوقات، ولا نعلم حقيقته، وإنما نؤمن به كما قد أخبر عنه تعالى. وهذه الآية تدل على كيفية بدء الخلق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، وعلى أن العرش والماء كان قبل أن يخلق الله شيئا، وأن ما تحت العرش هو الماء أصل المادة الحياة، كما قال تعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ثم ذكر الله تعالى علة الخلق العجيب ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أن الله تعالى خلق السماوات والأرض لنفع عباده الذين خلقه يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولم يخلق ذلك عبثا، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعرفة الأحسن عملا أي العمل الخالص لله عز وجل القائم على أساس شريعة الله. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، يعني ولئن أقمت يا محمد الأدلة على البعث بعد الموت على الكافرين ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، فقال الكافرون هذا سحر، لأن السحر في مفهومه باطل. نعم، أحسنت. الآن ذكر في كثير من الآيات بأن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش. كيف فهم ذلك؟ لا نعلم حقيقته. هكذا. ما شاء الله. الآن السؤال الثاني:
ذكر هنا بأننا سنبعث يوم القيامة. ما فائدة البعث؟ وما فائدة البعث؟ أن الحيوانات هذا لا تبعث، لكن الإنسان هذا يبعث يوم القيامة. ما فائدة البعث بالنسبة للإنسان؟ نعم. في يوم الحساب أن الإنسان يحاسبهم حسابا شديدا ويعرضون على ربهم. هذا الجميع. نعم، كل إنسان حسابا شديدا يكون يعني، أو بعضهم يعني حسابا يسيرا، أو بعضهم دون الحساب. بعضهم فقط. أيوة. نعم. في زيادة أخرى؟ خلاص يعني. طيب، ما هي الدروس المستفادة من الآية؟ الدروس المستفادة من هذه الآية: أولا، إن الله قادر على أن يخلق السماوات والأرض. ثانيا، العرش يعني أعظم المخلوقات الذي خلق الله. ثم الواجب عقلا حصول الحشر والنشر والاعتراف بالقيامة. ثم أخيرا، إن الله خلق السماوات والأرض لابتلاء واختبار المكلف. أحسنتي، بارك الله فيك. والله أعلم بالصواب. راح شوية يا اسم المنزل.
Sebelum dulu Pak. Kalau lama anjing jadi dingin ya. Iya, itu. Yang sudah mendaftar bagi enggak ya? Oke, insyaallah. Awal enggak dong. Gimana? Mungkin kita. Belum anak kayak ini. Agak teknis. Yang belum ini disabilitas lagi sekarang ya, supaya bisa connect dengan bukan yang belum 103 dan 10.
kepada seluruh peserta yang belum mengambil paket soal, diharapkan untuk mengambilnya ke depan. Sekali lagi, dihimbau kepada peserta yang belum mengambil paket soal, harap untuk mengambilnya ke depan. Terima kasih. Jadi mungkin sambil jalan saya tak kenapa ya, insyaallah tabas. Tapi mungkin isi jasa mungkin wasil hatta yakuna al-waqt munasib insyaallah. Fadhal Ustaz Rais. الحكماء الكرماء الحاضرون السعداء والمتسابق بعده المفسر صاحب الرقم 110 ورقم سؤال التحفيظ 13 ورقم سؤال التفسير 03. نعيد مرة أخرى: المتسابق بعده المفسر صاحب الرقم 110 ورقم سؤال التحفيظ 13 ورقم سؤال التفسير 03. أن يعتري المنصة الشرفية. ليستعد المتسابق بعده المفسر صاحب رقم 111. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم كنتم تختارون علم الله أنكم ستذكرون ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله. إذا نصحوا لله ورسوله. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله وتلك حدود ما على المحسنين من سبيل.
والله على كل والله لا يهدي والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. وما على نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
اقرأي سورة هود الآية 8. نعم، قرأيها. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. طيب، ما معنى أخرنا؟ أخرنا يعني أجلنا. أحسنت. ما يحبسه؟ يحبسه يحبسوه يعني يضربوه. يقربه. يضربوه يضربه يعني يمنعه مصروفا. مصروفا يعني مدفوعا. أيوة. حاق. حق يعني أحاط. أحاط. يستهزئون. يستهزئون يعني يفترون. طيب، هل لهذه الآية سبب نزول؟ ما في هذه الآية أسباب نزول. واذكر مناسبة بينها وبين الآية قبلها. بين الله تعالى في الآية السابقة ما يتعلق باستهزاء الكفار عن يوم البعث. أيوة. وذكر الله تعالى في هذه الآية نعم. عن استهزائهم من عذاب الله. نعم. طيب، الآن فسري الآية بالإيجاز. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ولئن أجلنا عن هؤلاء المشركون نعم. العذاب إلى أمة معلومة ليقولن ما يحبسه ليقولن ما يمنعه. وقالت الآية الأخرى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ألا يوم يأتيهم ذلك العذاب ليس مدفوعا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وأحاط بهم ما كانوا به يفترون. طيب. نعم. في الآية ذكر إلى أمة معدودة. الكلمة أمة في القرآن لها معاني كثيرة، ممكن تذكريها. نعم، اذكريها. ما معنى الأمة في الآيات القرآنية؟ منها نعم، الأمة بمعنى الوقت. الأمة بمعنى مجموعة من الناس، صح؟ طيب، هل ممكن للإنسان الفرار من عذاب الله؟ ولماذا؟ ممكن نفر من عذاب الله. كيف ذلك؟ يأتي العذاب ثم نفر هكذا. طيب، الآن ما الدروس المستفادة من هذه الآية؟
الاستفادة من هذه الآية. أولا، إن هذه الآية تدل على لا يجوز الاستهزاء. ثانيا، العذاب لمن لا يؤمن بالكتاب. ثالثا، أن عذاب الله حق. طيب أحسنتي، بارك الله فيك. أيها الحاضرون الكرام، الآن نتشرف بدعوة المتسابق بعده المفسر صاحب الرقم 111 ورقم سؤال التحفيظ 19 ورقم سؤال التفسير 07. نعيد مرة أخرى: المفسر صاحب الرقم 111 ورقم سؤال التحفيظ 19 ورقم سؤال التفسير 07 أن يعتني المنصة الشرفية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن الله والله على إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار له فيها قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين
للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأصابه الكبر للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله رؤوف والله بصير بالعباد. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. وإن ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.
وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. سورة الصف مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. طيب الآن مع التفسير باللغة العربية. افتح سورة هود الآية 15. الآية 14 إلى 15. اقرأ هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا
إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أحسنت. معاني المفردات، ما معنى لم يستجيب؟ لم يستجيبوا يعني لم يقبل. لم يقبل. نعم. ما معنى مسلمون؟ مسلمون يعني الذين سلموا أنفسهم لله، يعني الذين يؤمنون بالله. طيب، ما معنى زينتها؟ زينتها يعني زخرفها. زخرفها. نوفي يعني نعطي أو نعطي إليهم بالكرم. ثم ما معنى لا يبخسون؟ لا يبخسون يعني لا ينقصون. لا يبخسون. أحسنت. هل لهذه الآية سبب النزول؟ فما وجدت سبب نزول هذه الآية. واذكر مناسبة بين هاتين الآيتين. مناسبة بين هاتين الآيتين يعني بعد أن بين الله سبحانه وتعالى يعني أن المشركون أنهم يتهمون الرسول بافتراء القرآن. وفي هذه الآية يعني الجواب إن لم يستجيبوا يعني إن لم يستطيعوا أن يأتوا بالقرآن يعني علموا ما فأخبروا لهم أن هذا القرآن نزل من عند الله. طيب، فصل الآية 14. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. يعني فإن لم يستجيبوا يعني هم الكفار هم المشركون لم يستجيبوا يعني لم يستطيعوا أن يأتوا بعشر سور مثل القرآن. فاعلموا يعني فاخبروا لهم يا محمد أو فاعلموا يعني فاعلموا أن ما أنزل بعلمنا يعني أن هذا القرآن أنزل من عند الله وأن لا إله إلا هو. واعلموا أنه لا إله إلا هو يعني لا إله معبود بحق إلا الله. فهل أنتم مسلمون الآن بعد تعلموا أن هذا القرآن من عند الله وأنتم لا تستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ هل أنتم مسلمون يعني مؤمنون بالله بعد أن تعلموا أن هذا القرآن من عند الله؟ نعم، هذه تهدئة من الله سبحانه وتعالى عن نزول القرآن من الله. نعم. كيف طريقة أنزل الله بها القرآن؟ طريقة أنزل الله القرآن بثلاثة طرق. أيوة. يعني أولا أنزل هذا القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. أيوة. يعني إنا أنزلناه في ليلة يعني أنزلنا. وثانيا بالتنزيل يعني أنزل القرآن من سماء الدنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال الزمان بما وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم المناسبة. ثالثا نعم. ما هي الثالث؟ الاسم الوضع الموضوع.
فقط. اثنين فقط. طيب الآن هناك الحياة الدنيا والحياة الآخرة. ما الفرق بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة؟ الفرق بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة يعني الحياة الدنيا الله يخلقنا ليختبرنا في هذه الحياة الدنيا كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كما قال في آية أخرى يعني حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني أننا نعيش في هذه الحياة الدنيا بوقت محدود. وأما الآخرة؟ وأما الآخرة يعني دار الجزاء، يعني ليجزينا ما كنا نعمل في هذه الحياة الدنيا، والحياة في الآخرة يعني أبدا لا آخرة فيها. لا آخرة فيها، لا نهاية فيها. طيب ما هي الدروس المستفادة من الآية؟ الدروس المستفادة من الآية يعني أن البشر لا يستطيعوا أن يخلقوا أو أن يحدثوا مثل هذا القرآن أولا، وثانيا أن المشركون يعني الذين لا يؤمنون بالله ولو أنهم يعلمون أن هذا القرآن من عند الله، يعني الذين ختم على قلوبهم. ثالثا الذين يريدون الحياة الدنيا يعني أنهم لا ينقصون، أنهم يعطون كل ما يريدون في هذه الحياة الدنيا. طيب أحسنت، بارك الله فيك. صدق الله العظيم. طيب أيها الحاضرون الكرام، الحمد لله بعد أن ينتهي المشارك القائم بين أيدينا آنفا، دعونا نوقف هذا البرنامج إلى هنا، وإن شاء الله سيستمر برنامجنا عقب صلاة الظهر في تمام الساعة 2، وإن شاء الله سيستمر برنامجنا عقب صلاة الظهر في تمام الساعة 2. طيب شكرا على حسن اهتمامكم نحونا، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، الخبر. إذا عندنا 3 أنفار ما حضروا لهذه الساعة، يعني المفروض من لا يحضر لا بد بالخبر حتى يتعرف ونتعرف ما الأحوال إن شاء الله. لكن لو واحد، هل هنا الذي سيكون في يعني يكون المذاء بعد صلاة الظهر موجود واحد؟ ما فيش، ما حضر. إذا يعني إن شاء الله يكون مذاء المسابقة بعدين في 2 تماما إن شاء الله، لأننا ما زلنا نستوفي حوالي 6 أنفار الباقية في المساء. إذن المرجو الرجاء أن يكون في تمام الوقت. نشكر على هذه المناسبة وهذه اللقاء. إن شاء الله نلتقي مع صلاة الظهر إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا.